السيد الرئيس محمد حسني مبارك، عشان احنا شعب اصيل. ما يصحش وما يليقش بالشعب المصري ان هو يهين الرئيس بتاعه رمز البلد. الرئيس مبارك رمز زيه زي النسر اللي على علم مصر، ما ينفعش ان هو ينفصل عن تاريخ مصر. ليه هو رمز البلد؟ رمز البلد عشان هو خدم البلد 62 سنه بيخدم عمل في البلد. شارك في حرب النكسه، وعشان كده احنا اخترناه. لا مش هيبقى عندك كرامه بعد كده. الاماراتيين من حوالي شهر كده ليه؟ الجمعه ايه الكلام ده يطلع؟ ما لا هطلعه لك، بس قول لي اسباب مقنعه. الارض اللي انت واقف عليها دي كلها اتعملت في عهد مبارك. 30 سنه ما دخلكش اللبس اللي انت لابسه دلوقتي على عهد مبارك. الجلابيه اللي انا لابسها دي من عهد مبارك. 30 سنه ما دخلكش في حروب. هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. عارف احنا بنحبه ليه؟ بتحبه ليه؟ عشان للاسف ما بناخدش برشام هلوسه. ما بتاخدش ايه؟ برشام هلوسه، فلسه فايقين. يعني حضرتك شايف ان كل الشعب المصري اللي واقف قدام التحرير مهلوس بيضرب برشام اهو. برشام نوعه ايه بقى؟ ايه؟ البرشام نوعه ايه؟ ما اعرفش، انا شايف شرايط زرقاء كده بيضربوها هناك، ما اعرفش نوعها. هو ده اللي بيتضرب هناك في التحرير. وفي الاخوان بيفرقوا حشيش. حشيش؟ الاخوان. انا اسمع كده برضه الاخوان عندهم حشيش. لا ما انا بقول لك اسمع، عندهم. وايه تاني؟ ويا ريتك توصلها لعبود الزمر. عبود الزمر اخوان؟ انا بقول لك يا ريت توصلها له. طب ايه تاني موجود في والعصام العريان؟ عصام العريان يا ريت توصلها له هو كمان يعني. ايه موجود صابر عابدين من برك الخيام، بس هو اللي موصل لكم الكلام ده. طيب ممكن تقول لي يعني 5 حاجات حسني مبارك عملها لك؟ 5 حاجات؟ عملها لك انت شخصيا؟ اولا التعليم. حضرتك خريج ايه؟ ايه؟ حضرتك خريج ايه؟ خريج اي حاجه تعجبك. 5 ابتدائي والحمد لله. بفهم في القانون اكتر من اي واحد في القانون. الحمد لله. والله. وقعدني مع اي واحد كده قانون احاسبه ويحاسبني. بس زياده عن كده مش هقول. البرادعي؟ نعم؟ البرادعي حلو؟ ايا كان ما انا هكلم حضرتك. البرادعي حلو؟ ماشي. ماشي نفترض. اللي سلم صدام خروف ضحوا لنا بيه في العيد امريكا، ذبحت لنا الضحيه. ولا عايز ايمن نور؟ طيب سيبك من ايمن نور وسيبك من البرادعي. لا مش مزور. لا الاثار اللي بتروح لفرنسا وباثباتات. عايز مين تاني؟ عايز صباحي؟ قول له مصنع الخمره اللي تحت السلم في كفر الشيخ. عايز مين تاني؟ هات لي الباقي اللي متقدم لك دلوقتي. قول هشام البسطويسي. ايه؟ هشام البسطويسي. هشام البسطويسي؟ ما نعرفوش ده. لا يا عم صلح على النبي دقيقة واحدة. هشام البسطويسي بعد إذن حضرتك قول له الطب الشرعي موجود مشرحة زينهم. ايه يعني؟ طب ايه؟ انت اسأله السؤال ده بقى وهو يرد عليك. طيب انا هتصل بيه بعد ما. ماشي اتفضل. كل واحد حر في ابوه. انا ده ابويا وانا شايف انه حلو. ولعلمك اقول لحضرتك حاجة تانية، انا كنت ضد الحزب الوطني من البداية. بس مش هقول لحضرتك زيادة عن كده.